حيث أنهى منتخبنا الوطني للناشئين تحضيراته استعدادا لخوض مباراته الافتتاحية أمام نظيره الفيتنامي غدا الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس آسيا للناشئين المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وخاض المنتخب حصته التدريبية الأخيرة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة في جدة قبل اللقاء المرتقب الذي سيقام عند الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وتضم مجموعة منتخبنا إلى جانب فيتنام كل من الإمارات وكوريا الجنوبية في بطولة تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 25 من مايو الجاري. وأكد مدرب منتخبنا الكابتن هيثم الأصبحي اكتمال جاهزية اللاعبين لخوض المنافسة، مشيرا إلى أن المباراة الأولى تمثل أهمية كبيرة في مشوار المنتخب. كما وجه الجهاز الفني والإداري دعوة للجماهير اليمنية في جدة للحضور ومساندة المنتخب في هذه المواجهة المرتقبة.